قناة يوميات واحد عراقي صاحب أكثر من 400 ألف مشترك. يعني للتنويه، هذا مقطع ليس انتقاد ليوميات عراقي، لكن مجرد تحليل للمقطع. قلت أسوي مقطع عن هذا المقطع لأن صراحة هناك شبهات كثيرة 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 جدا بأن تدل على أنه هذا المقطع للأسف تمثيل وزائف. لا نطيل عليكم ونبدأ التحليل. يعني مجرد سؤال حبيت اساله. يعني لك غايه بهذا السؤال؟ لا مو لي غايه، بس يعني اريد اشوف سؤالي لي. اقول لك ليش تضربني ليش؟ بس تقول لي شنو اسمه بس بابا دراح شو هذا البايخه؟ شو لك علاقتي؟ لا مو على هالشيء. لا ماكو. روح ليش شرفك بس قول لي شنو الغايه؟ مو على الغايه يعني جينا لا قلت لك شنو اسم ابوك ما راح تقول لي هي اسم ابويا. شنو تسال على والدتي؟ اسم امك شنو؟ اسم اختك شنو؟ والله عادي انا اقول لك ما عندي مشكله. انت ما اقدر احكي. لا مو لهالدرجه. شنو الغايه بس؟ للملاحظة، طبعا احنا يعني قاعد نتكلم حقائق. الشعب العراقي معروف يغلط، الشعب يعني يفشر. فهذا الشخص يعني صراحة جاي يثير الشبهة انه جاي يمثل، لان هو قال لا تخليني وما يغلط. يعني كله جاي يهدد بس ما قاعد يغلط، جاي يهدد بالغلط. يعني هذا الشخص ما عرف يمثل عدل وظل يعني ملتهي انه على اساس انه هو ما يريد يغلط. وتعرفون الشعب العراقي قبل يغلط بس يعني تحترق روحها. وبالإضافة ملاحظة ثانية، الشعب العراقي شعب أهل غيرة. يعني أنتم تشوفون يعني الناس مرة راجعة بالعراق من يصير هيك مشاكل أوتوماتيكيا مباشرة يجي الشخص يتدخل. يعني ما تعرف من وين يطلع لك، من جو الشجر يطلع واحد أبو غيرة يعني يوقف العركة. ذولا واقفين قدام الكاميرا. طبعا راح اعطيكم اثبات بانه الكاميرا جدا قريبة على الحدث. فذولا الناس من جاي يشوفون كاميرا جاي يعرفون انه هذا تمثيل يعني، فلذلك ما جاي يتدخلون. خلينا نكمل المقطع. قل انا مو الغايه يعني مجرد سؤال. روح كفشر عبر هالليله على خير. وملاحظة ثانية، هذا الشخص قاعد يدفع يوميات واحد عراقي باتجاه عكس الكاميرا، يعني مركز انه هو على اساس ما منتبه انه كاميرا فجاي يدفع لهناك. امشي. اوكي شباب، مثل ما تشوفون هذا الرجل يعني اكو ضوء هنا واكو ظل، يعني كل شيء له ظل. فجأة تشوفون الظل ممتد، يعني هذا الشخص ظله هنا ممتد، هذا ممتد، يعني الظل قريب جدا على الشخص. فمثل ما تشوفون هذا هو المصور، يعني من واضح كان مش كاميرا. فهذا الشخص اللي قاعد يصور يعني جدا قريب على الحدث، وهذا يعني هذا هو كان الدليل انه الكاميرا جدا قريبة على الحدث اللي قاعد يصير بين يعني يومات واحد عراقي والناس المارين. وبالاضافة شوفوا هذا شلون الشخص قاعد يباوع الكاميرا، يعني واحد من يمشي دائما يباوع لقدام، يعني هاي غريزة انسانية. واحد يعني مثلا خصوصا اذا شاف كاميرا اوتوماتيكيا راح يعني يباوع. فبس لاحظوا الدليل انه الكاميرا يعني مكان مكشوف 100%. لاحظوا هذا الرجل جاي يباوع الكاميرا. السلام عليكم. والامرأة زوجته غطت ايدها عن الكاميرا على مود ما يطلع وجهها بالكاميرا. فمن الواضح انه الكاميرا مكشوفة وقريبة على الحدث، وهذا الصراحة يثير شبهة جدا قوية انه المقطع زائف للأسف. خلينا نكمل المقطع. الله يسلمك. ممكن سؤال؟ شوفوا هذا الممثل اللي صراحة لازم يعطونه جائزة اوسكار. هذا قال له ممكن سؤال، مباشرة تهيأ انه يتعارك. يعني شوف الخطوة اللي سواها، بس قال له ممكن اسألك سؤال. شوف الخطوة بعد ما سائل تقرب اليه بطريقة عدوانية، انتبهوا. الله يسلمك. ممكن سؤال؟ جواب. شو اسمه؟ شلون؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ يعني شوفوا التمثيل. وقلت لكم يعني العراقيين اهل غيره، يعني شوف ايش قد يظل يكمش بيه وما حد يتدنى. بس تعرفني؟ لا مو اعرفك، بس لحظه. شلون؟ لحظه احكي بس من ايدك اول مره. تعرفني انت؟ مو قصه اعرفك بس تعرف امي؟ مو اعرف امي. لا شنو شو اسم امك؟ يعني وبالاضافه ملاحظه، يعني احنا العراقيين نعرف بعض.
يعني مثل هيك نماذج. طبعا هو جاي يمثل شخصيه مثل هيك نماذج سوى هالحركات تكون دائما يعني لسانهم حشى السامع وحشى الكل، يعني يكون لسانه وسخ. يعني هذا هم يعني محترم نفسه بالكلام، يعني ما جاي يغلط. فمن واضح انه يدري اكو كاميرا والكاميرا مفضوحه يعني. السؤال ده مكانه مفضوح. لا تسال بابا، لا تسال يلا، لا تسال، لا تسال يلا حافظ على نفسك يلا جر من النادي. دا احكي وياك يلا جر من النادي احكي وياك. هديت احكي وياك. ايش بك انت بابا؟ ما في شيء بس جاي ويا حد دازك عليه. مو واحد دازني عليك، راح اقول لك هسه سالفه. شنو اسمه تقول لي شو اسمه امي اقول لك عادي اسمه. هاي انت مو انا، يلا جر من النادي. زين هسه شنو الفرق يعني؟ راح اقفل وجهك عاد كافر روح. طبعا ملاحظه، بس خلينا نرجع لشغله. دا احكي لا تسال يلا. انتبهوا اكو لا اطفال تسال، برا من لا الناس، تسال والاطفال يعني قاعد يلا يباعون يلا انه اكو حافظ على تصوير نفسك، يلا يعني جر من مبين النادي. واضح. دا احكي وياك شوف. يلا لا، جر من هذا- النادي احكي وياك. العفو. هذا الشخص الطفل يعني قاعد يباع للمشهد، يعني في المكان مفضوح، يعني كل شيء ايش يدل بك انت على بابا؟ انه المكان مفضوح. ما في شيء بس جاي ويا حد دازك عليه. مو واحد دازني عليك، راح اقول لك هسه سالفه. شنو اسمه تقول امك؟ لي شو اسمه امي اقول لك عادي اسمه. هاي انت مو انا، يلا جر من النادي. زين هسه شنو الفرق يعني؟ راح اقفل وجهك عاد كافر روح. زين شنو الفرق هسه؟ روح عاد بس شنو يعني؟ روح عاد. لا يعني شنو بدك تصير بطل يعني هسه انت؟ لك مو بطل روح. طبعا هذا انا اعطيه يعني هذا الحركه ضربه يعني صراحه ما اعرف، يعني يمكن هذا يعني صدق، يعني كذب كذبه وصدقها، يعني يمكن صدق الدور، اخذ الدور يعني بشكل بحيث ضرب شلاق. يعني ما هذا الامر انا فعل العجيب. وجهك دا اقول لك يلا روح روح. وهذا بس قاعد يبتسم بوجهه، يعني صراحه مشبوهه شنو بدك تصير الشغله. بطل؟ روح حبيبي روح. ها قد انت؟ مو قصه قدها؟ مو قد قدها؟ لا تعيدها بعد ماشي؟ بس انا ما قلت لك لا تعيدها بعد. لا تتجاوز. السلام عليكم. اهلا شلونك اخوي؟ طبعا هنا الطامه الكبرى، يعني شوف التمثيل. السلام عليكم. اهلا شلونك اخوي؟ اهلا يعني السلام عليكم، شلونك؟ اهلا اخوي، يعني اهلا. الترحيب مالته هذا كان مال لقاء صحفي. العراقي من تقول له السلام عليكم، هلا اخوي تفضل، او هلا، او منو، يعني هذا رد الفعل، مو هلا يعني تقول يعني مبين انه عنده لقاء. اسمعوا. السلام عليكم. اهلا شلونك اخوي؟ اهلا بيك. ممكن سؤال؟ تفضل. ومباشرة يعني سمعه، يعني مباشرة اهلا واقترب له، يعني عرف انه هذا راح يمشي، يعني جاي يتكلم وياه، يعني مبين انه هذا من بعيد متهيئ نفسيا يعني. سؤال واحد بس. ايه شنو اسم امك؟ شنو المال الزفره؟ شنو شوف شباب، انت من تكون بالشارع ويجي واحد يقول لك شيء مو حلو، مثلا يغلط عليك او يقول لك شنو اسم امك او اي شيء، انت تصفن، تاخذ لك صفنه قبل لا تحكي اي شيء. هذا الممثل مباشرة يعني خلال الاجزاء من الثانية اعطى الجواب. شوفوا لاحظوا. تفضل. يعني سؤال واحد بس. ايه شنو اسم امك؟ شنو المال الزفره؟ شنو يعني شنو اسم امك؟ شنو اميان الزفر؟ مباشرة يعني شباب ماكو شيء، يعني هاي الا عنده هذا عقل بسرعة بديهية، يعني خارقة. شنو المال الزفره؟ لا شنو والله المال الزفره؟ مو سؤال، والله مجرد سؤال، والله مجرد سؤال لا بشرف. انت من دازلك. والله ما حد دازني. من دازلك. اخ وجهي من دازلك. والله ما حد دازني. والله العظيم ما حد دازني، بس سؤال يعني واحد. والله سؤال. قاعد روح. لا الله لا الله عليك الله عليك. شوف الابتسامة، شوفوا الشباب لاحظوا من دفاعها سؤال. قاعد الابتسامة. روح. لا الله. ومن الواضح انه يعني جيد، يعني هو يبتسم يباوع لاتجاه الكاميرا، مو اتجاه الكاميرا بالضبط بس يم الكاميرا. فمن الواضح انه اكو جماعه واقفين وجاي يباوعون ومبتسمين له، يعني لان ماكو واحد، يعني انت من تكون بحاله غضب يعني ما تبتسم، خصوصا هذا يعني حاط يعني فاتح قميصه ومرتب روحه وواقف وقفه بحيث عارض جسمه. لا الله عليك الله عليك الله يخليهم لك. راح اضربك ترى. ايش قلت اسمه؟ مشان الله عليك شرف. لا الله عليك بس واحد، بس سؤال واحد. لا شرفك الله عليك. اخ ايدي ايدك توجعي اخ، بس قول اسمك. شوف الابتسامه، شوفوا الابتسامه يا جماعه. يلا السلام عليكم. هذا يعني ما شاء الله. شوف النجم، يلا شوف الدخول، السلام عليكم. يعني هو بس سؤال. جواب. شو اسم امك؟
ايه يعني بس سؤال، بس لا تتعصب، اوقف. انا مو عصبي، لا عادي، بس تعالي جاي. لا بس سؤال، لا تعالي لي جاي. إيه. شنو بس عيدي اسم السؤال؟ امك شنو؟ اوقف، لا عليك، بس شنو اسم امك؟ بس اوقف. ترى جعصك، ادري والله. خليش لك وجهك. اي بس اوقف. هذا وجهك بس وفل. اوقف. شباب يعني ارجع اكرر يعني تنويه انه الشعب العراقي يغلط، فهذا شوف يعني هم مختارين شخص يعني معضل على مود شنو يسوون يعني في الاثاره. يعني يوميات واحد عراقي يريد يسوي اثاره بالمقطع، فهو اختار اشخاص معينين اشكالهم هيك يعني معضلين. يعني طبعا يعني شوفوا يعني من الواضح انه تمثيل، لان هم قال له ترى اجعصك، ترى اجعصك. يعني هاي غلطه ما حد يستخدمها بالعراق صراحه. مو عصبي، يعني احنا عراقيين نعرف بعض، يعني هاي غلطه ما نستخدمها، ترى اجعصك. لا عادي، بس تعالي جاي. لا يعني قبل احنا نعرف فشايرنا بالعراق، فما بدون ذكر الفشاير يعني مبين انه هذا جاي يمثل. سؤال، لا تعالي لي جاي. إيه. شنو بس عيدي اسم السؤال؟ امك شنو؟ اوقف، لا عليك، بس شنو اسم امك؟ بس اوقف. ترى جعصك، ادري والله. خليش لك وجهك. اي بس اوقف. هذا وجهك بس وفل. اوقف. هذا وجه التمثيل. قلنا هم يعني هذا لو مشهد حقيقي كان شفنا غيره، كان شفنا فزعة، بس ما السلام عليكم. السلام بعد قلب اخوي. شلونك؟ الله يسلمك. الله يخليك. ممكن سؤال؟ جواب. شنو اسم امك؟ ها؟ شنو اسم امك؟ ايش فيك؟ ما تستحل على سؤالك؟ ها؟ ما تستحل على سؤالك؟ ليش استحي؟ هو هذا السؤال بشرف. يعني بس اريد اعرف شنو اسم امك، شكو بيها؟ يعني مثلا شو تريد تتزوجها؟ لا مو اتزوجها، بس اريد اعرف لا اسمها. شنو يعني ما ادري. هذا الشخص قال شو تريد اسم شو اسم امي تريد تتزوجها. يعني ترى هذا جواب مو عراقي، يعني خصوصا احنا الغيره يعني ماكو واحد هيجي هيجي ويضحك، يعني مباشره يضحك حاصره الضحك. يعني هو هذا يعني شوفوا هو طول الوقت طبعا يهدد ويضحك. السؤال جاي. بس اريد اعرف شنو اسم امك. اخوي هذا السؤال بايخ اصلا. ليش؟ يعني شكو بيها زي ما قلت لك شنو اسم ابوك مو تقول لي؟ شوف شباب، يعني هو جاي يقول له هذا السؤال بايخ، يعني هذا يعني متهيئ نفسيا انه راح يجي هذا يسأله، لان لو ما متهيئ نفسيا كان ما قال هذا السؤال بايخ. انت من يجيك واحد يسألك سؤال على قولتك، على قولت هذا بايخ، انت تقول له سؤال بايخ. لو تقول يعني شو تقول له؟ يعني معقول راح تقول له سؤالك بايخ؟ يعني راح يقول لك شنو مو راح تقول له سؤالك بايخ؟ يعني من الواضح انه هذا متهيئ انه اكو واحد راح يسأله شيء. اسم ابويا وين؟ اسم امي وين؟ شنو ما تفتخر باسم امك؟ ها؟ ما تفتخر باسم امك؟ على راسي، بس خو ما تسالني على اسم امي. يعني شكو بيها؟ انا عراقي. ها؟ انا عراقي. على نفسك خويا، بس ما تسالني على اسم امي. شكو بيها يعني؟ يعني هسه طبعا شنو؟ يعني جاي يتبادلون الضحك، وهو دار وجهه جاي يشد من عدسة الكاميرا لان جاي يضحك. يعني يعني ما تقول لي اسم امك؟ ها؟ ما تقول لي اسم امك؟ خويا استحي على نفسك. صدق استحي. وعلي استحي على نفسك. ليش شنو استحي؟ هسه؟ طيب اكو عراقي يا جماعه والله احنا الغيره، اكو واحد يقول استحي على نفسك بس بالقوه. شوف النت يعني بين الواحد يعني شنو؟ ماكو واحد. يعني هاي حركات مو عراقيه يا جماعه، العراقي دم حار نعرفه. هسه ما تقول لي اسم امك؟ ها؟ ما تقول لي اسم امك؟ خويا استحي على نفسك. صدق استحي. وعلي استحي على نفسك. ليش شنو استحي؟ هالسؤال انا هذا؟ بس اريد اعرف اسم امك. اقول لك اسم امي؟ ها؟ اقول لك اسم امي؟ انت تقوله عادي، بس انا ما عندي هاي السؤال. ليش؟ يعني مو عيب بالعكس. يا اخو مو عيب، عادي مو عيب، بس انا ما اقدر اقول لك سؤال امك مو كانت بالمدرسه؟ ها؟ امك مو كانت بالمدرسه؟ اي كانت اي مو كانوا يصحون اسمها؟ ها؟ مو كانوا يصحون اسمها المدرسات وهاي. مدرسات ومدرسين بيناتهم. هو ما اقول لك بالشارع قدام العالم هسه ما حد يسمعني، بس تعال شاورني. ها؟ شاورني. اسم امي؟ ايه اخوي شوفوا شباب لاحظوا شغله، طبعا هسه بهالفتره فراغ هنا اوكي، فهو ايش قال له؟ قال له يعني انت هسه بنص الشارع قدام الناس تسال هالسؤال. يعني من واضح انه هو يعني متهيئ انه يريد، يعني هو يريد يطلع سالفه. يعني هو ماكو احد موجود، بس هو يريد يعني يريد قوه يمثلها، يقول قدام الناس على مود يسوي شوي اكشن للقصه. اخويا ما تستحي على نفسك. شنو العج هذا؟ شوف يقول له ما تستحي نفسك، وجاي يكمشه من راسه ويضحك. يعني ترى ماكو هيجي، ما يعني تناقض. ماكو واحد يهدد ويبتسم ويعني يجر الشخص، يعني امر يعني غير طبيعي. يعني شو تضربني؟ ليش تضربني؟ اخويا وهذا السؤال هذا؟ يعني شو انت قاعد يعني تضربني هسه انا اذا اسوي لي مشكله وياك بالعالم بالشارع، يعني انا مو شو- السؤال ما يسوى؟ مو ما يسوى، غير تقول لي هذا انت قلت ما يسوى، غير ليش ما تقول لي شنو اسم امك؟ يا اخويا مو انت فايخ، هذا سؤالك فايخ. ليش فايخ؟ يعني هذا السؤال اسم امك شنو هو؟ اكو شيء؟ يا جماعه شوف يعني
هنا الطامة الكبرى، يعني هنا الطامة الكبرى. شوفوا هذا الشخص، طبعا احنا انا اثبتت لكم انه الكاميرا كلش قريبة على الحدث، يعني مجرد يعني امتار بسيطة. فهو من دار وجهه، شوفوا شلون يعني حاول ما يباع الكاميرا. يعني انت شايف من مثلا تلاقي شخص يعني انت تدير وجهك تتفاجئ اكو شخص تشوفه، فانت شنو اوتوماتيكيا بسرعة تقلب عينك عنه على مود ما يشوفك، فتلاحظ هاي الحركة هو سواها. لاحظ ليش فايخ؟ يعني هذا السؤال اسم امك شنو؟ اكو هيك شيء؟ شوف وخر عينه عن الكاميرا، يعني اذا يعني يا شباب يعني امر مفضوح. اسم امك شنو؟ انت شو اسم امك؟ يا اخي انا اسم امي اي شيء، انا ايش اقول لك اياه؟ شنو اسم امك انت؟ انا صرت شو اسم امك انت؟ تقول انت اسم امك، شلون انا اقول لك انت اسم امك شنو؟ ليش تتحرك وياي؟ ها؟ ليش تتحرك وياي؟ يا اخي هذا مو سؤال، لا تعال ضربني لا ضربني. شباب طبعا انتهت الحلقه. انتهت الحلقة على قولة يوميات واحد عراقي. طبعا أنا أرجع أنوه كل احترام والتقدير إلى هذا الشخص الطيب، وعلى راسي يوميات واحد عراقي. ويعني أرجو المعذرة إنه إذا يعني لا تفهمنا غلط يوميات واحد عراقي، إذا شفت المقطع لا تفهمني غلط، ليس لا حقدا ولا أي شيء، مجرد إنه قناة هذه جديدة وراح يعني نكشف أشياء، يعني الناس تطلب أشياء وراح نعرضها. يعني نوه مرة أخرى، هو ليس انتقاد لليوميات واحد راقي لكن تحليل المقطع. فأنا أعطيتكم يعني التحاليل، وبعد هي بقات من يمكم، يعني أنتم برأيكم هذا المقطع حقيقي؟ يعني معقولة شباب يتعاركون ما حد يفزع؟ لا، احنا العراقيين نعرف أهل الفزعة، ونعرف احنا أهل الفشاير. وابو الكاميرا الظل مالتك مفضوح. ابو الكاميرا السلام عليكم حبيبي، كيف صحتك؟ ان شاء الله تكون في افضل احوال. ثاني مرة انتبه الى الظل ولا تفضح نفسك. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك والاعجاب في القناة، والى اللقاء.